السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة وهنا. يلا بينا النهاردة هنعمل مع بعض المكرونة الحمرا. وطبعا ديت انا بعلمها للبنات اللي لسه بيبتدوا. احنا طبعا كلنا ستات بيوت وشاطرين فيها وبنعملها باسهل طريقة، بس دي طريقة يعني طريقة مبسطة لكل بنت داخلة المطبخ مبتدئة وبتتعلم تعمل المكرونة ازاي. اول حاجة هتعملها في المكرونة انك هتسلقيها، مش هتسلقيها جامد، يعني لما تسلقيها بس، مش هنسلق المكرونه. اول حاجه هنعمل الصلصه. هناخد حوالي كيلو طماطم وهنضربه في الخلاط وهنفرمه فرم ناعم جدا. وبعد كده هحط معلقتين زبده او سمنه بلدي مع زيت واحطهم في صينيه لحد ما يسيحوا كده ويفكوا، وانزل عليهم بشفشق الطماطم اللي انا ضربته في الخلاط. طبعا جنبي وانا بعمل الصلصه هكون حاطه حله فيها ميه حوالي نصها مثلا وحطها تغلي جنبي. على ما الصلصه بتاعتنا تتسبك تكون الميه بدات في الغليان. الصلصه بتاعتنا بنحط لها التوابل بتاعتها، ملح وفلفل وكمون، واسيبها لحد ما الميه بتاعتها تنشف وتطرد الميه اللي فيها كلها بس، واقلبها واركنها على جنب. وبعد كده بحط لها قرن فلفل، بقطع قرن فلفل واحطه لها لان بيديها طعم جميل. وطبعا لو عندك فص توم يعني فصين 3 مش كتير، حوالي 3 فصوص كده، افرميهم وحطيهم بيدولها طعم تاني خالص. قلبي الصلصه لحد ما تنشف الميه بتاعتها، ما تبقاش فيها ميه نهائي، بس طبعا بتعوز تقليب كل شويه عشان متلزقش. وطبعا بنزود لها الماده الدهنيه شويه عشان المكرونه بتبقى مفرفره كده وجميله. اخر حاجة الصلصة بنعرف انها طابت ازاي او استوت ازاي لما بتبدأ تطلع تطرد السمنة بتاعتها. اول ما بتبدأ تفصل السمنة عن الطماطم معناتها كده ان هي استوت. بس بنزل بالمكرونة بقى في المية المغلية، الكمية اللي هتعمليها مثلا كيلو على الكمية اللي احنا عملناها صلصة. درجة السوا بتفرق كتير كتير جدا في شكل المكرونة وفي طعمها في كل حاجة. انا عشان اطلعها واصفيها من المية اللي بتغلي باخد حبة كده واكسرها ببقي او بسناني او افتحها بصبعي. لو لقيت فيها خط ابيض من جوه كده وبتبقى كده واخدة 3/4 سوا، النص التاني بسيبه بقى هو يستوي مع الصلصة. كده المكرونة بتطلع مش معجنة وبتطلع مفرفرة وجميلة، وطعمها بيكون قوامها حلو متماسك، ما بتبقاش ملزقة في بعضها ولا متكبسة على بعضها، لان لو سبتها خدت السوا الكامل بتيجي هنا تعجن. اول ما احط عليها الصلصه واحطها على النار بتبقى معجنه، ما بتكونش مفرفره كده وتاكليها تمضغيها تحس ان في بقك مكرونه، مش عجينه. بس دي كانت الوصفة بتاعتنا النهاردة، يا رب تعجبك يا ست الكل وتتعلميها بكل بساطة. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رب يعجبكم الفيديو مع بساطته ويشرفني ويسعدني. تشتركوا في القناة وتعملوا لايك، اكتبوا لي كومنت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.